ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا بقى نعمل كيكة الجلاش سهلة وسريعة وفي 10 دقايق هتكوني مخلصاها. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي الطريقة والمقادير. اول حاجة هبدأ بيها هي السيرب اللي هو الشربات، يعني معايا كوباية ونص من السكر، هضيف عليهم كوباية ونص من المية. انا عايزة السيرب بتاعنا يبقى خفيف. هضيف على النار وبعد الغليان ب4 دقايق بنقفل عليه. تمام. انا معايا هنا بقى 3 بيضات، هضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. مش عندك فانيليا سايلة ممكن تستخدمي 3 باكت فانيليا اللي هي باودر. معايا نص كوباية سكر، هدوبهم بقى كويس جدا مع بعض. وهضيف كوباية من الزيت وكوباية من اللبن. هخلط بقى الخليط ده كويس جدا مع بعض، وبعدين هضيف برضو كيس الكيك شيف. وبكده خليط الكيكة جاهز معانا. كده خلاص المكونات كلها اختلطت مع بعض كويس جدا. انا معايا بقى لفه من الجلاش. وجبت الصينيه بتاعتي ودهنتها زيت وسخنت الفرن قبل ما ابدا في اي حاجه على درجه حراره 180. تمام. هي بتتعامل نفس معامله الكيكه بالظبط، يعني لازم تدخلي الصينيه بتاعتك على فرن ساخن. تمام. زي ما انتوا بقى شايفين بمسك ورقه ورقه كده واحطها في الصينيه. يا ريت ما يبقوش ورقتين في بعض بس عشان تتشرب الخليط. تمام. ما تبقاش من جوه معجنه. عايزه اقولك من اسهل الحلويات اللي انت بتعمليها بجد. سهله وسريعه وكمان طعمها حلو ومش بتاخد معاكي وقت خالص. يعني لو عايزه حاجه مسكره هتقولي تعمليها في ثانيه، في 10 دقايق هتكون خلصانه معاكي. وبكده خلاص الصينيه بتاعتي بقت جاهزه. هحط بقى عليها الخليط اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها الفرن وارجع لكم. وهنا ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن، عايزه اقولك بسم الله ما شاء الله ريحتها تجنن وطعمها احلى والله. طبعا السيرم بتاعنا بارد خالص والجلاش بتاعنا ساخن، ما ينفعش الاتنين يبقوا ساخنين. وانا خلاص بعد ما سبتها شويه، بس انا ما سبتهاش ترتاح قوي بصراحه، يعني انا قطعتها برضو على طول. وبكده كيكه الجلاش جاهزه معانا. حضرناها في وقت بسيط جدا. هضيف لها بقى كده كريمه على الوش. هي ده اختياري يعني كشكل بس مش اكتر، ممكن ما تضيفوش خالص. بس بتديها طعم حلو لما تيجي تاكليها برضو معاه. تمام. وضفت كريس كده برضو. وبكده ما شاء الله كيكه الجلاش بقت جاهزه معانا. هقطعها معاكم واوريكم الجمال بقى. شايفين بقى ما شاء الله الجمال. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واقول لكم بعد انتم سالمين.